عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا متابعين ان شاء الله، يا رب تكونوا بخير. يلا قبل اي حاجة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بنبدأ مع بعض النهارده نعمل ايه؟ شوية كشري حلوين اهو. معايا هنا في الحلة ايه؟ شوية زيت ايه؟ شوية زيت حلوين كده، نحطهم على النار يسخنوا. نعمل النهارده ايه؟ كشري مصري. يلا بقى اكلنا لحمة العيد، نعمل أكلة ايه؟ أكلة النهارده حلوة، الكشري المصري بتاعنا الجميل. الزيت هيسخن وانزل بكمية البصل دي، بصل مقطعه ايه؟ جوانح. ماشي كده، الزيت سخن، هنزل بالايه؟ بالبصل. الحله اللي هناك دي فيها ايه؟ فيها الحمص. تمام، ننزل بايه؟ بنص معلقه ثوم مفروم. ماشي، هو ايه لسه على النار طبعا، منقوع العدس والحمص. انا بنقعهم قبلها بشويه. هنزل بشويه عصير طماطم كده على الحمص كده، ما شاء الله. نطلع بقى ايه؟ اللون الذهبي الحلو ده، عشان ايه؟ ميبقاش غامق عن كده. تمام، بقى كده عشان بس مجرد ما يشم الهواء هينشف معاك على طول. هنحط عليه رشه ملح، هينشف ايه؟ هيبقى مقرمش وجميل. نحط بقى ايه؟ شويه ملح كده ونقلبهم، ومجرد ما نحطه بس بره شويه يشم الهواء هينشف معاكي على طول. تمام، بس لونه جميل. نعمل بقى ايه؟ طبعا الزيت ده انا مش هحط فيه كل الشعريه، فانا هنقص شويه. تمام كده، عشان هعمل بقى بقيه الكشري بالزيت ده، يبقى شارب الكشري كله من ميه البصل. تمام كده، نحط بقى الشعريه، انزل بقى بالشعريه اهو. يعني من كل حاجه رباع على حسب ما انت بقى عايزه. نقفل الحنفيه عشان حرام الميه. تمام، بس اقفل الموتور. كده بقى اللون حلو قوي. ننزل بقى بالرز والعدس. طبعا العدس انا نقعاه قبل شويه، والكميه على حسب ما انت على حسب ما انت عايزه، براحتك يعني خالص. بصوا بقى، نص معلقه فلفل اسود. تمام، وبعد كده معلقه حلوه كده جميله كزبره بقى دي يعني بتخلي ريحه الكشري فحفحه. ومعلقه كمون. وننزل بقى بالدقه دي، انا عاملاها هنا في البيت. ننزل رشه دقه كده اهي، رشه دقه. ماشي، نظبط بقى الملح، ما الدقه دي برضك فيها ملح. نظبط بقى الملح بتاعنا، ورشه ملح. نحط بقى الميه تكون سخنه، تكون بتغلي كده.
ظبطنا الملح كل حاجه، نغطي بقى ايه، نغطي بقى عليه كده ايه. ما شاء الله الكشري ايه اتشرب اهو. هنوطي بقى ايه، هنوطي عليه ونعمل الايه الصلصه. طبعا الزيت اللي انا ايه، اللي انا نقصته من تحمير البصل، هنزل بقى ايه هعمل بيه الايه الصلصه. ماشي، فصين توم كده، معلقه كمون كده هتتحمر مع الايه، مع التومه. ماشي، معلقتين صلصه في الاول كده عشان نديها بس ايه تبقى حمرا حلوه. بعد كده عصير الايه الطماطم. بصوا شويه بصل كده مقرمشين، وهنزل بيهم بقى فين كده فلفلين كده اهو. انزلي بقى فين كده، الحركه دي حركه امي الله يرحمها. وقلبي بقى، هتدوقي بقى كشري تحفه. وخلاص قرب ايه، قرب يستوي. كزبره ناشفه وملح وفلفل اسود. ظبطي بقى ايه الملح عندك، شويه دقه. سلام على الدقه بتاعتك شويه ملح. هنا الصلصه دي خلاص تمام اتسبكت، لونها بقى. يلا بقى نعمل ايه، نسلق المكرونه. بصوا البصل جميل ازاي مقرمش. حطينا عليه شويه ملح وشم الهواء نشف على طول. يلا بقى نعمل الدقه على المكرونه. ما ايه، على المكرونه، ميه المكرونه ما تغلي. نشوف بقى كده ايه الرز. ما شاء الله استوى جميل، والفلفل اللهم صل على سيدنا محمد تحفه. جميله، الله استوى تحفه. نلف بقى عليه. وكمان الحمص استوى اهو تمام ما شاء الله. نحط له بقى اخر حاجه ايه الملح طبعا، ونحط بس شويه كمون. ما بحبش بقى احط الليمون على النار، يبقى اما نحطه في الكوبايات نبقى نحط عليه الايه الليمون. وبس يعني ايه شويه ايه معلقه كمون حلوه كده نحطها عليه كده. حطينا الملح تمام قوي. الدقه بقى ثوم مفروم، ماشي، كزبره، كمون، دقه، معلقتين خل مركز، شويه شطه، 3 ليمونات، 3 ليمونات عصير ليمون يعني. قلب كل ده بقى مع بعض. يا سلام على الدقه وجمالها. ماشي، طبعا هنزود ايه بقى، هنزود ميه سخنه. نزود ايه، ميه سخنه.
شوفي بقى محتاجه ملح او حاجه تحطي. تمام كده احنا خلصنا الايه، خلصنا الدقه كده. الايه ميه المكرونه اهي غليت، ننزل بقى ايه بالمكرونه. ما عنديش سباكيتي، عندي المكرونه دي بس موجوده يعني. تمام كده. بس حطيت الدقه فين. اخر حاجه بقى معايا طاسه، هعمل بقى ايه شطه الزيت. ماشي برضك هناخد الايه الزيت اللي احنا مصفينه من بقيه الكشري. شفت عملنا بيه كل الاكل، شويه زيت حلوين كده. تمام هننزل بقى بالايه بشويه شطه. معلقه شطه هي حلوه. كنت مستقليه الزيت كده، حطيت بقى الزيت كله. ماشي ننزل بقى ايه بمعلقتين صلصه طماطم. كده بقى صلصه زيت قاتله. كده كله خلاص، هنحط بقى المكرونه ونغرف. نغرف بقى. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ايه كشري تحفه، الف هنا والف شفا. كده كمان نحط بقى شويه شطه قاتله، شويه دقه صغننين. اللي عايز بقى ايه يبقى يحط. وشويه شطه بقى ايه من المولعه دي، شطه الزيت. الله جميل. مش هكتر قوي شطه عشان دي مولعه. ايه رايكم كده بقى؟ لو عجبك بقى الفيديو لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.